هذه هي السويد، وطن لشركة تصنيع عملاقة أخرجت أكثر من 1,000,000 شاحنة إلى طرق العالم. كل شيء كبير في مصنع سكانيا الذي يقع في مدينة سودرتاليا، فهو يغطي مساحة 4 كيلومترات مربعة، وفيه نحو 10,000 موظف، ويتمتع بخط تجميعي حجمه لا يصدق. أول شيء يلزم لصنع أقوى شاحنات في العالم هو أقوى محرك شاحنات في العالم. لم يسبق لأحد بناء شيء كهذا، لذا كان عليهم تشكيلها بأنفسهم من الحديد. يوجد فرنان حيث يسخن كل منهما 10 أطنان حديد في كل مرة لصنع أكثر من 1000 قطعة في اليوم. صياغتها تتطلب قوالب مصممة خصيصا يمكن كسرها بعد تبريد الحديد، لذا يصنعونها من مادة موجودة في أي شاطئ عادي، الرمال. نخلط الرمال بالصمغ ثم نسخنها فتصبح كالزجاج صلبة جدا. هذا أشبه بصنع القلاع الرملية للراشدين. في الواقع تلك القلاع الرملية هي قوالب مبهرة لكل قطعة، ولصنع هذه القطع الهندسية الفنية يستخدمون 20,000 طن من الرمال في العام. لمنع التصاق الحديد الذائب بالرمال يضعون القوالب داخل الزيت، ثم يتم تسخينها إلى 1400 درجة لإذابة الصمغ وليتماسك القالب، والذي سينفصل بسهولة عن القطعة بعد تبريده. إذابة هذا القدر من المعادن يتطلب درجات حرارة عالية، ويظهر هذا الاختبار أن حرارة الحديد المصهور تبلغ 1400 درجة مئوية، أي أكثر سخونة من الحمم البركانية. حول هذا المعدن المصهور يقوم الكاشطون كارولف يوهانسن وإيسا فيليانين بوضع حياتهم بدائرة الخطر في كل مرة. يملأ كل وعاء بعناية ليكسو القالب الرملي بداخله قبل أن يتم نقلها لتجمد وتبرد. لكن عند التعامل مع قطع محركات على هذا النطاق ومستويات الحرارة العالية فإن القول أسهل من الفعل. المذهل أن تبريد القوالب يستغرق يومين كاملين. الآلات تهز الرمال لتحرر القطعة. تعود القطع التي تكون خارج المعايير إلى الفرن لإعادة إذابتها. قد تكون كل قطعة ثقيلة جدا، لكن هذا المغناطيس الذي يزن طنا و200 كيلوغرام يرفع وزنا يساوي وزنه باستخدام رافعة. المشكلة التالية أن القطع العملاقة تحتاج إلى البرد والتلميع، فهي ستوضع على شاحنة عملاقة تزن 60 طنا. لذا يتولى الرجال الآليون وآلات التلميع هذه المهمة، فتلمع وتبرد وتصقل كل قطعة. بينما تفتش كاميرات عالية التقنية عن أي عيب مهما كان طفيفا. نبحث عن كل شيء، فهي مراقبة 100%، ونتحقق من علامات الليزر والقطر والخدوش والسطح. يجب أن يكون كل شيء على أكمل وجه. هذا القسم يصنع ناقل الحركة الذي يبلغ طوله مترا. سيدفع المكابس في أقوى محرك يوضع في شاحنة. داخل مركز القوة العملاق هذا تتمتع كل أسطوانة بالسعة المكعبة لمحركات أغلب السيارات العادية، وهناك 8 أسطوانات 16 لترا فاصل 14 من اللتر من قوة محرك V8. بينما تتحرك المكابس للأعلى والأسفل بسرعة 1900 لفة في الدقيقة، يولد المحرك العملاق قوة هائلة تبلغ 730 حصانا. بعدد من القطع يبلغ 1500 قطعة مختلفة، يعد كل محرك عند تجميعه بشكل صحيح قوة تساوي قوة سيارة فورمولا 1. المشكلة أن كل قطعة يجب أن تكون خالية من الشوائب. للتأكد من ذلك ليس على الفريق إلا الإنصات.
يوضع المحرك في حجيرة عازلة للصوت لكي لا يشتت أي شيء انتباه المهندس لارس هايدن. حاكم ماغديش هو مشرف الإنتاج. سيعمل المحرك للمرة الأولى، والمشغل هنا يصغي إلى المحرك وأصواته، لذلك إذا كانت هناك مشكلة في المحرك فسيسمعه، لأن له أذنين مدربتين وخبرة واسعة. بعد 16 دقيقة يكون قد انتهى. حان وقت إطفاء الأنوار والنظر. تكشف الأشعة فوق البنفسجية أي تسربات للوقود أو الشحم أو سوائل التبريد. بعد التحقق من خلوه من التسريبات يصبح هذا المحرك القوي جاهزا لشاحنته. التحدي التالي هو أن كل شاحنة عملاقة تصنع خصيصا لتناسب زبونها تحديدا. هذا هو هيكل الشاحنة، تختلف كل شاحنة عن الأخرى وكذلك قطعها وألوانها، ونستطيع بناء 1.5 مليون هيكل مختلف. هذا التصميم من بين 1.5 مليون تصميم يبدأ بهيكل قوي جدا. ترفع أعمدة هائلة أثقل من سيارة ذات 4 أبواب لتوضع على خط التجميع. يتحرك خط التجميع كل 9 دقائق و30 ثانية، وعلى كل شخص إنهاء عمله في الوقت المناسب ليستمر عمل الخط. مهمة ميكال دايرينيوس تثبيت عمود التدوير العملاق إلى محور يستطيع تحمل وزن يصل إلى 12 طنا. يتحمل المحور وزن الشاحنة بكاملها. إنه قوي جدا. تنتقل القوة من المحرك إلى عمود الدوران إلى المحور، ثم تخرج من العجلات. المشكلة التالية هي أن هذا المحرك الهائل سيولد حرارة شديدة، لذا فاللمسة الأخيرة مروحة تبريد ضخمة بحجم إطار دراجة. وأخيرا يوضع هذا المحرك العملاق في مكانه. عند التقاء الكابينة بالإطار يبدأ شكل الشاحنة بالظهور، والتي تكون ذات هيبة على الطريق. تزن الكابينة وحدها نحو طن، أي أكثر من سيارة صغيرة، ويتطلب تثبيتها إلى الإطار عاملين يعملان بتناغم. لكن هذه الشاحنة بحاجة إلى عجلات، ويوصل إليها نظام ناقل رائع تحت الأرض يحمل حتى 24 إطارا. تملأ الشاحنة بالوقود، لكنها ليست جاهزة للسير تماما. إذا أصاب شاحنة كهذه أي مشكلة على الطريق فلن يوقفها شيء، لذا يقوم فريق مهندسين بتفقد كل شيء. نقوم هنا بتشغيل الشاحنة للمرة الأولى، نختبر المكابح ونعدل المصابيح ونتأكد من أن كل شيء يعمل كما ينبغي. بعد سلسلة من الفحوص أخيرا يسمح للشاحنة بالخروج. من هنا تخرج سكانيا 60 شاحنة مختلفة كل يوم ترسل إلى كافة أرجاء العالم. مهما كانت حمولتها سيتابع وحش الطريق هذا طريقه.